أنا اسمي مريم إسماعيل علي، أنا ساكنة هون بالدرباسية. والطريقة أنا عم سوي بستيق. تعلمت الطريقة من رفقاتي، شفتهم شلون يسوون تعلمت منهم. نسويها بالطحين، سكر وزنجبيل وقرفة، نحطن كلن مع بعض ونسويها مشان راس السنة. نسوي زنجبيل معلقة، والقرفة معلقة، والطحين كيلو، السكر كيلو، و4 سطلات مي كمان، يعني 4 كيلوات كمان. أول ما بلش أحط طحين، بعد طحين حط السكر، حط الزنجبيل، معلقة زنجبيل ومعلقة قرفة، وبعدين أخلطهم مع بعض وأحط فوق 4 سطلات مي، وظل أحرك فيه لبين ما يذوب السكر. أصفيهن مصفاية ناعمة، وأجيبه على الغاز أحطه على نار هادية وأظل أحرك فيه. إذا شيل إيدي منه بده يحترق، أظل أحرك فيه لبين ما يدخن معي، وأحطه على أكياس نايلون يظل شغلة أسبوع. بعد الأسبوع عاد نقطعه نحط عليه نشا ونصفطه، نحطه بالعلب لبين ما ينشف. لبين ما ينشف بده أسبوع على النايلون يظل. ونسويه على طبقة رقيقة، يعني هيك مثل الخبز الرقيق، عشان يطلع طيب. أنا جديد اشتغلت ببيت المونة، يعني أولي ما كنت أسوي للبيت، يعني ما اشتغلت عند حدا، أول مرة أسوي. كفي، لأن هي تحلاية، يعني مو تاكلين تشبعين، هذا تحلاية يعني. بده شي ساعة وساعة ونص هيك لبين ما يدخن. ما أقدر أشيل إيدي عنه لبين ما يدخن، إذا أشيل إيدي عنه بده يحترق، وعلى نار هادية بده. لا، السميك ما يزبط بالمرة، الا يكون رقيق قد ما قلتي ترققي له احسن. اشوفه يتخن بين ايدي، اطلع عليه اشوفه يتخن هيك، كل شوي اعمل بالملعقه هيك لبين ما اشوفه تخن معي. تكون تخينه واحطها على الكيس وبكفتشيه هيك اظبطه. كلمه كرديه وكلمه عربيه. بكفتشيه هيك نظبط. فيهم يتعلموا، فيهم يعني شغلتها سهله، يعني ما هي صعبه، بس اللي يحط فكره عندها بسرعه يتعلم. أنا لما كنت أطلع عليهم بسرعة تعلمت، يعني ما مرتين ثلاثة هيك أخذتها. يعني الأمهات هيك إذا بدهم يتعلموا يسووا لأولادهم